خلينا متفقين ان مواجهة الاهلي مع بيراميدز بكره هتحدد حاجات كتير قوي في مسيرة ريبيرو مع النادي الاهلي في الفترة الجاية. كلنا طبعا تابعنا النتائج السلبية اللي ريبيرو محققها مع النادي الاهلي في الفترة اللي فاتت، سواء في كأس العالم للأندية او في بطولة الدوري. طبعا بعد التعادل مع غزل المحلة كان في هجوم كبير قوي من جماهير النادي الاهلي على الراجل. طبعا ده مش من غير سبب، لا بسبب، طبعا بسبب النتائج السلبيه اللي الراجل محققها. يعني الراجل لعب مع النادي الاهلي 6 ماتشات رسميه، حقق الفوز في مباراه واحده بس، وتعادل في 4 وخسر واحدة. فبتتكلم في نتائج ما أصلا ما بترضيش جماهير النادي الأهلي، لأن جماهير النادي الأهلي ما بترضاش غير بالمكسب وبس، سواء ماتش كبير أو ماتش صغير. وجماهير النادي الأهلي ما بتقدمش أعذار لحد، وما بتبصش لأعذار لأي مدير فني بيتولى مسؤولية الفريق، وخصوصا لما يكون عندك كم من النجوم الكبير قوي ده اللي موجود في الفرقة حاليا. بس خلينا اروح معاك لحته مقارنه صغيره جدا وبسيطه جدا بين تشكيله النادي الاهلي الموسم اللي فات وتشكيله النادي الاهلي الموسم ده. لو جيت بصيت لتشكيله النادي الاهلي في مباراه فاركو اللي هي اخر مباراه في بطوله الدوري مع كابتن عماد النحاس اللي الاهلي حصد بيها بطوله الدوري، هتلاقي النادي الاهلي كان بادئ بمحمد الشناوي في حراسه المرمى، بادئ باتنين في قلب الدفاع كان ياسر ابراهيم والعش، على الشمال كان كوكا، على اليمين كان محمد هاني، كان بيلعب بثلاثه في نص الملعب كان مروان عطيه وامام عاشور وعمرو السولية، كان بيلعب بخط هجوم مكون من اشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر وقدامهم وسام ابو علي. لو جيت بقى بصيت لتشكيله النادي الاهلي الموسم ده، او خلينا نروح لتشكيله النادي الاهلي في اخر مباراه اللي هو اتعادل فيها وكان هجوم كبير قوي من قبل الجماهير على ريبيرو، وهي مباراه غزل المحله. مباراه غزل المحله بدأ ريبيرو بالشناوي، بدأ باتنين في خط الدفاع كان داري وبيكهام، طبعا عشان ياسين مرعي غايب وبرضه فرد جديد على الفرقه. بدأ على الشمال بكريم فؤاد اللي راجع من الاصابه، بدأ على اليمين بعمر كمال، طبعا في ظل طرد هاني وغيابه عن المباراه. بدأ في نص الملعب بديانج اللي راجع من اعاره، بدأ قدامه بن رمضان صفقه لسه جديده جايه قبل كاس العالم. الناحيه التانيه كان زيزو برضه صفقه جديده جايه قبل كاس العالم. لعب بثلاثة في الخط الأمامي كان تريزيجيه برضه جاي قبل كأس العالم. الناحية التانية بن شرقي وقدامهم جراديشار. يعني لو جيت بصيت الفرق بين التشكيلتين الموسم اللي فات والموسم ده، أو إيه العناصر اللي موجودة في التشكيلة دي والتشكيلة دي، مش هتلاقي غير اتنين بس، وهم محمد الشناوي وأشرف بن شرقي. ولو بصيت على المباراة اللي قبلها اللي الأهلي كسبها بتاعت فاركو برضو بس الموسم ده، هتلاقي برضو اتنين عناصر بس من تشكيلة الموسم اللي فات هي برضو اللي موجودة الموسم ده في التشكيل الأساسي بتاع النادي الأهلي، وهي كانت محمد هاني وبرضو أشرف بن شرقي. فده يوديك لحتة إن الأهلي بغير جيل، والأهلي بيجدد دماء الفرقة ورايح لحتة تانية خالص غير اللي كان ماشي عليها الموسم اللي فات والمواسم اللي فاتت. طبعا الجيل اللي فات عمل نتائج عظيمة جدا، حقق بطولات كبيرة جدا، عمل تاريخ كبير مع النادي الأهلي. فالنادي الأهلي بغير دماء، النادي الأهلي بغير سكواد، النادي الأهلي دخل على مرحلة جديدة وبناء جيل جديد في النادي الأهلي. انا مش بخلق لك اعذار، مش بخلق لك مبررات للنتائج السلبيه اللي بتتقدم الفتره اللي فاتت، بس لو جينا بصينا هنلاقي ان الفرقه في نسق تصاعدي من حيث الاداء. الفرقه بتقدم اداء حلو جدا، الفرقه ماشيه بشكل متميز بعيدا عن النتائج. هي دي الحاجه الوحيده اللي سلبيه، وهي الحاجه المهمه لاي مدير فني بالنسبه للجماهير، وهي اللي هي النتيجة. فهل ريبيرو هيقدر ان هو يحقق نتائج ايجابية الفترة الجاية مع الفرقة، ويقدر بقى ان هو يدرك هو بيلعب في الدوري المصري ولا لا؟ لان الدوري المصري كلنا عارفين في ظل السكواد الكبير اللي معاك ده كل الفرق هتنزل تدافع قدامك، بس باستثناء ممكن نادي او اتنين او تلاتة في الدوري اللي اتوقعهم، يعني هيبقى الزمالك، بيراميدز، المصري، ممكن يخش معاهم سيراميكا. دول اللي ممكن يفتحوا معاك الملعب شويه، بشكل متحفظ بس مش بنفس اسلوب مودرن سبورت وبنفس اسلوب غزل المحله اللي احنا شفناه في الماتش الاخير. فانا اتوقع بكره هيبقى ماتش مفتوح. بيراميدز طبعا مش الفرقه القليله ان هي تلعب لك بلوك وان هي تقف في نص ملعبها وتقابلك، اكيد هتضغط عليك ضغط عالي، اكيد هتبقى فاتحه الملعب. وده او هي دي نوعيه الفرق اللي ريبيرو بيحب يلعب قدامها، نوعية الفرق اللي بتفتح الملعب
وبتبادرك بالهجوم وبتضغط عليك ضغط عالي. هو ده الفرق اللي الراجل بيحب يلعبها، هو دي الفرق اللي الراجل بيحب يلعب قدامها. يعني شفنا الاهلي في كاس العالم لما لعب قدام انتر ميامي. انتر ميامي طبعا بتلعب ملعب مفتوح، تضغط عليك من قدام، عملت عليها كم كبير جدا من الهجمات وكنت ممكن تطلع بنتيجة تاريخية في كاس العالم، بس انت ما عملتش ده بسبب تضييع الفرص. جيت ماتش بالميراس، الفرق استقبلت لعب بس، وقفت في نص ملعبها بتستقبل منك اللعب وبتلعبك على الكونتر اتاك على الهجمات المرتدة، وشكرا على كده قدرت ان هي تخطفك بهجمتين وخسرت الماتش. رحت لمباراة بورتو عشان الفرقة بتلعبك برضه ماتش مفتوح وفتحالك الملعب، قدرت انت تسجل فيها 4 أهداف، بس في نفس الوقت استقبلت 4 أهداف. فالراجل بيحب يلعب ماتشات مفتوحة، بيحب يلعب قدام فرق بتفتح الملعب وبتلعب لعب مفتوح، ما بيحبش اللعب قدام فرق متكتلة، مع ان ده اللي هيواجهه كتير الفترة الجاية. فأنا شايف إن بيراميدز بداية جديدة لريبيرو، يقدر ان هو بقى يبني عليها الفترة الجاية ويكتسب ثقة الجماهير لو حقق نتيجة إيجابية وأداء إيجابي بكرة قدام بيراميدز. وده اللي أنا أتمناه، لأن أنا متفائل بالراجل ومتفائل بشغله، وحاسس إن النادي الأهلي شخصيته مع الراجل ده تبقى مختلفة، سواء بتلعب في أرضك أو بره أرضك. الراجل بيحب الكرة الهجومية، بيحب الاستحواذ، ودي اللي احنا بنحب نشوفه في شخصية النادي الأهلي على أي حد، لأن احنا أكبر فرقة في أفريقيا طبعا، فطبيعي ان احنا نبقى ده وضعنا في اي مباراة بنلعبها قدام اي فرقة، لان انت كبير القارة. كبير القارة يعني تلعب انت المبادر وانت المهاجم في اي مباراة بتلعبها قدام اي حد. فده اللي انا متفائل بيه مع الراجل. الراجل ممكن يكون محتاج وقت، ممكن يكون محتاج دعم من الجماهير، لان الجماهير بصراحة هجوم يعني غير مبرر بالمرة. انا عارف ان النتائج سلبية، وفي نفس الوقت عارف ان الاهلي بغير فرقة، ولازم الجماهير تبقى مدركة الحتة دي، ان احنا بنجدد في دماء الفريق. واديني قارنت لك تشكيلة الموسم اللي فات بتشكيلة الموسم ده، ما لقيتش غير 2 لعيبة بس هما اللي من تشكيلة الموسم اللي فات في تشكيلة الموسم ده. فده بيبين لك ان المشوار مش سهل. لعيبة محترفة كلها ولعيبة كبيرة وبعقلية مختلفة، بس حتة الانسجام بين كل اللعيبة اللي دخلت الفرقة دي مش هتبقى سهلة خالص مع كمية النجوم اللي موجودة في الفرقة حاليا. فمحتاجة سيطرة شوية، محتاجة اللعيبة تنزل على الأرض شوية زي ما اتكلمنا قبل كده، وتعرف إن هي ده لعيب كورة وده لعيب كورة، يمكن إمكانياتك أعلى شوية، بس أنت في الآخر، في الأول وفي الآخر، اللي بيحكمك الملعب، واللي بيحكمك أرضية الملعب، واللي بيحكمك نتيجة المباراة. فانت لو هتلعب لمصلحتك الشخصيه او هتلعب للشو لاسمك، مش هتحقق حاجه مع النادي الاهلي، وبالعكس الفرقه هتبقى في موقف وحش. انما لو هتلعب باسم النادي الاهلي وتلعب عشان خاطر الفرقه تكسب، ده اللي هيخلي مصلحه الفرقه هي اللي فوق، وهيوديك لنتائج ايجابيه وهيوديك لبطولات وتاريخ كبير مع الفرقه. ده اللي كنت عايز اقوله في الفيديو بتاع النهارده قبل مباراة بيراميدز. اتمنى من كل قلبي بصراحة ان الراجل يقدر يحقق نتيجة كبيرة ونتيجة ايجابية جدا، يقدر ان هو يبني عليها الفترة الجاية مع الفرقة. واتمنى ان اللعيبة تشيل المسؤولية شوية وتشيل هم التيشيرت اللي هي لابساه، ان تيشيرت النادي الاهلي تقيل، وتقيل على اي حد مهما كنت نجم، بس تيشيرت النادي الاهلي تقيل وجمهور النادي الاهلي كبير. ولو جمهور النادي الاهلي قلب عليك ايا كان اسمك ايه، انت ما اعتقدش ان انت ممكن يبقى مشوارك كبير مع النادي الاهلي الفتره الجايه. فاتمنى اللعيبه كلها تبقى على قدر المسؤوليه وعلى قدر التيشيرت اللي هي لابساه. ده اللي كنت عايز اقوله. ولو وصلت لعند هنا فانت وصلت لنهايه الفيديو، واتمنى الدعم باللايك والاشتراك. اشوفكم على خير. السلام عليكم.